السلام عليكم، معاكم اخوكم رامي. تعال نتكلم شويه في الكوره. تعال نتكلم في ماتش الاهلي والزمالك امبارح. انا ما عرفش اتكلم امبارح بصراحه من حرقه الدم، لان انا شايف من وجهه نظري بدايه من اول بدايه المباراه، من اول بدايه التشكيل، كولر نازل خايف من الزمالك او عامل حساب زياده عن اللزوم للزمالك، او مش عارف، مش فاهم يعني. ان هو يبدا بكوكا غريبه. انت عندك كريم دبيس جاهز ومتالق ومستواه عالي، ليه قعده؟ دي حاجه كانت بالنسبه لي غريبه قوي. اكرم توفيق او محمد هاني يعني مش هتفرق كتير، بس انا كنت احب محمد هاني. يعني الزمالك اصلا بيلعب ب 3-4-3، فانا كنت احب محمد هاني يبقى موجود. بس ماشي يعني مقبوله. ومصطفى العش المفروض، يعني مصطفى العش كان هو وكريم الدبيس عاملين جبهه من نار. الجبهه دي لو كانت اشتغلت مع وجود بقى بدل محمد عبد الله بن شرقي من اول المباراه، ان بن شرقي جاهز، يعني هو جاهز. حتى لو هتبدا بيه وتطلعه وتغيره، بس اتاخر قوي حتى في بن شرقي بالنسبه لنا. كانت تبدا ببن شرقي. حتى لو بدات بمحمد عبد الله المستوى ده، كان يعني على الاقل الشوط التاني اول ما تنزل على طول من اول الشوط التاني بن شرقي. حسين الشحات برضك مش في مستواه ومس باص كتير قوي. يعني انا كنت شايف برضك ان هو حتى في التغييرات لما جه غير كان حسين الشحات. فاحنا نكمل بس كلامنا الاول في بدايه المباراه، وان هو بدا بالتشكيله دي. طب انت نزلت وكنت نازل بالتشكيله دي، لقيت الزمالك بيلعب بالخطه دي وبالتشكيله دي، اتجرأ بقى، روح هاجم، اعمل تغييرات بدري. مش مهم، اعمل تغييرات بدري عشان تمشي بالمباراة. الفرقة اللي قدامك خايفة منك، جبت الأول، تمام، العب بقى لعبك. انت ليه خايف كده؟ حتى في تغييراتك، يعني تغييرات كولر مش عارف هو بيفكر فيها ازاي يعني هو مش جرى لوحدي يا جماعة والله، يعني الناس كلها شايفة كده. يعني حتى التغييرات متأخرة قوي. يعني حتى وسام لما نزل، وسام لما ينزل ما ينزلش على حساب جريشار. يعني طبيعي ومنطقي كل اللي شايف الماتش، وده اللي يجنن الواحد، ان هو الطبيعي والمنطقي ان انت يعني هسحب حسين وانزل وسام وجراديشار يروح مكان حسين. اما يعني حتى تغييرة كريم الدبيس، طلع حسين ونزل كريم. طب انا مش فاهم التغيير. يعني ليه اللفه دي؟ ليه وانت عندك دلوقتي لعيبه؟ يعني كنت الاول، كلنا كان الاول يقول لك ما عنديش لعيبه جاهزه وما عنديش لعيبه وطالب لعيبه، وما فيش صفقات واللعيبه مصابه وما عنديش بدايل. طب البدايل موجوده وباعلى جوده. يعني البدائل عندك وبأعلى جودة، عندك حرية غير عادية بالنسبة لأي مدرب، وقماشة واسعة قوي إنك تلعب بأي خطة وبتلعب بأي تكتيك. معاك لعيبة مستواها يأهلها إنها تلعب كده. إيه بقى الحجة دلوقتي؟ إيه فكرك من إنك بتلعب مدافع قدام الزمالك، وبالأخص في الماتشات الكبيرة؟ يعني أنت بقالك دلوقتي ده تالت ماتش على التوالي، تمام، من الزمالك تتعادل معاه. مرة كسبك بضربات الجزاء، ومرة أنت كسبنا بضربات الجزاء، وده تالت ماتش على التعادل. انت مش عارف تكسب الزمالك يا كولر خالص، بقالك فتره كبيره مش عارف. اخر ماتش في الدوري السنه اللي فاتت كان هو اللي كسبك برضه جوميز. انا هو مش فاهمك، انت بتيجي قدام الزمالك وبتتحول ليه؟ يعني لما نفتكر مع بعض كده، ماتش الزمالك الدوري السنه اللي فاتت الزمالك اللي كسب. ماتش السوبر الافريقي الزمالك اتعادل وكسب. ماتش السوبر المحلي احنا اتعادلنا وكسبنا، احنا اللي كسبنا. الماتش الاخير بتاع الدوري ده 1-1. وبالنسبه للاهلاويه برضه يا جماعه، انا كاهلاوي دايما بشوف ان الاهلي لما بيتقدم مفيش فرقه بتعرف تتعادل معاه. بقى دلوقتي سهل انها تتعادل معاه في الوقت اللي هو كان بيعمل فيه ده ويكسب فيه كمان. حتى براس 90 اللي كنا مميزين فيها، تحسش ان اللعيبه عندها انها تجيب في الدقيقه 90، او الخطه مش مساعداها، او لا. كولر محتاج يعني يعيد تفكيره. احنا كلنا عارفين ان هو مدرب كبير، ان هو اكيد ليه بس يا جماعه يعني مش كده يعني. هو بالعقل، هو من غير اي يعني من غير اي فهلوه ومن غير اي بقى ايه معجنه، هو كان في اسهل من كده وكون الاهلي يكسب مرتاح. ولو كده مرات عشان نتكلم على مدرب الزمالك بيصير ونديله حقه، لا الراجل لعب امبارح بقى، ده اللي لعب بواقعيه، ده معهوش ادوات، فلعب لك ب 3-4-3.
قدر ان هو يقفل عليك وياخد من المباراة اللي هو عاوزه. دخلت فيه جون، غير خطته وغير التشكيلة في ثانية إلا ثانية وجاب التعادل. نجح ان هو يجيب معاك التعادل ورجع تاني يقفل. فلو جينا اتكلمنا على بيسيرو، لا بيسيرو ادار مباراته ببراعة وقرا كولر قراية يعني غير عادية، وعارف ياخد من المباراة كل اللي هو عاوزه. ان بالنسبة للزمالك التعادل مهم جدا ان هو ما يخسرش. الزمالك هيبني على ده حاجات كتير قوي، وهنشوف في السوشيال ميديا الايام الجايه دي كل الزملكاويه بيتكلموا، وكل الزملكاويه هيطلعوا صوتهم هيعلى. ليه؟ لان هما التعادل ده اثبت حاجات كتير قوي ليهم، ان اختيارهم صح في بيسيرو، عشان اللجنه اللي جايباها لسه جايه. حاجات كتير بقى جوه الاداره، جوه التجديدات، وجوه ناس بتجدد وعقود وغيره، كل ده هيوقف شويه عندهم الدوشه دي. هيبقى الدوشه كلها ان هم اختاروا مدرب كويس وبتاع، بس هو مدرب بدايه لا هو عارف يلعب قدام كولر. بجد بيسيرو خد من كولر وخد من المباراه اللي هو عاوزه، لعب كولر زي ما هو عاوزه. تنام مقفل على كولر، كولر مش عارف يحل معاه. هوب كوره من شرقي وجردشار، جون. قام الراجل مغير على طول بناصر منسي وقام نازل، فاهمني؟ هوب التعادل بنتائج. فانا شايف ان ناحيتنا احنا كولر، لا كولر ما كانش يعني، كولر امبارح ياخد 0 من 10 في اداره المباراه وفي التشكيل وفي التغييرات، كلها وحشه. اداره المباراه كلها امبارح وحشه. فبجد يعني كفايه، يعني كفايه تأليف يا كولر. انت معاك ادوات يتمناها اي مدرب بيلعب في الدوري المصري ودوري ابطال افريقيا. انت معاك اعلى سكواد، فيا ريت تطلع من اللعيبه دي احسن ما فيها، تورينا اللي عندهم، تخليهم يطلعوا ده، تديهم الخطه والتكتيك والحريه ان هم يطلعوا ده. تنزل التشكيل اللي هو كل واحد على عدلته، تنزل التشكيل اللي هو يديك الحريه والاريحيه لمستوى اللعيبه اللي معاك، انك المفروض تنزل تكسب ويبقى عندك حلول حتى للفرق من ده. اكيد الفرق كلها هتقفل قدامك، اغلبيه فرق الدوري المصري كلها هتقفل قدامك. انت ما عندكش غير فرقه واحده اللي ممكن تلعب قدامك، ولا فرقتين مفتوح، بيراميدز والزمالك، ومنهم الزمالك قفل قدامك. فاللي هو انت لازم يكون عندك الحلول لتكتل، لتقفيل المساحات، حلول لكل حاجه. انت معاك ادوات تديك ده واريحيه. فاتمنى ان بجد نشوف فريق الاهلي اللي احنا متخيلينه مرعب، الفريق اللي فيه نجوم بكثره دلوقتي، عنده خط هجوم مرعب مؤذي. يعني بسم الله ما شاء الله، عندنا 3 قدام بس ولا 4 قدام، ان كان وسام ولا جردشار ولا بن شرقي ولا امام عاشور. انت عندك 4 يعني يتمناهم اي مدرب. وفي الاخر يعني اتمنى اسمع رايكم في التعليقات، وان شاء الله مع بعض الحلقه الجايه.